السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم ابواب الرزق اينما كنتم واينما نكون. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى ايه؟ عايزين نصلي على النبي كده ونبدا بقى ايه بصينيه البسبوسه الجميله دي اللي هنعملها. كنا قاعدين بقى عايزين ناكل حاجه حلوه، فعيالي قالوا لي ايه عايزين ناكل حاجه حلوه. كان عندي نص كيلو سميد بسبوسه، قلت ايه اما اقوم اعمله. تمام كده حبايبي، صلوا على النبي كده وندخل على المقادير. دي كوبايه سكر هنحطها كرمل على النار. دي طريقه غير المره اللي فاتت اللي انا عملتها. تمام كده، انا عامله طريقه بسبوسه تانية على القناه برضو، دي طريقه تانية وطلعت تحفه برضو. دي كوبايه سكر بنخليها بربع كوبايه ميه ونخليها ونقلبها بالمضرب كده، ونخلي بالنا علشان السكر لما بيكرمل ونيجي نكب عليه شويه ميه بيفور، فخلوا بالكم وتابعوا معايا الايه الخطوات. تمام كده. الاول كده برضو عايزين نبارك لكل الثانويه العامه اللي نجحت، الف مبروك، وربنا يفرح كل اب وكل ام بنجاح اولاده وربنا يبارك فيهم. تمام كده يا حبايبي، تنسونيش بقى ايه في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان توصلكوا كل جديد انا بنزله، وادعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم ان ربنا يهدينا حالنا. مش كده حبايبي؟ طبعا انت بتقلبي السكر، ما عينك ما تروحش من عليه ولا ايدك، بتقلبي فيه علشان في ثانيه بتلاقيه كرمل. لا احنا عايزين اللون الذهبي كده الحلو اللي هو ايه ما يتحرقش، لا ده لون ذهبي كده حلو جميل. ومكبين عليه كوبايه الا حبه كده، يعني قولي كوبايه الا ربع سمنه. تمام كده، دي كوبايه سمنه بلدي هنكبها عليه ونقلب ونخلي بالنا. وبعد كده ايه، انا مش هنحط لبن لان اللبن ممكن ان هو ناس كتيره جربوه قالوا ان هو، انا ما جربتوش الصراحه، بس ناس كتير جربوا قالوا اللبن بيروب فيه وكده. فانا حبيت ان انا ايه اجربها بالميه وطلعت النتيجه حلوه وجميله. المره اللي فاتت انا كنت عاملاها باللبن، المره دي قلت اجربها بالميه، اجربها بكوبايه الميه. طبعا انا حطيت ربع كوبايه في الاول وهنحط نص، يبقى كوبايه الا ربع برده ايه ميه. بس انت بتكبي الميه خلي بالك عشان السكر ده لسعته جامده قوي، ربنا يحفظكم يا حبايبي. فبتفضلي تقلبي كده لحد ما السكر ده يفك من بعضه وتبقى فكه خالص وسايبه من بعضيها. تمام كده يا حبايبي. طريقه البسبوسه دي حلوه قوي قوي يا بنات، وطلعت في منتهى الجمال. يا ريتكم تجربوها، وما كلفتش اي حاجه، كيلو نص كيلو سميد وبس كده، وسكر وسمنه من عندك في البيت، ما خدتش اي حاجه. والعسل الكلوكوز العلبه البرطمان انا كنت شارياه قاعد معايا بقاله فتره. معلش كده ثواني يا بنات، معلش يا بنات. قاعد معايا فتره، يعني كان عامل 22 جنيه 27، معلش يا بنات 27 جنيه من فتح الله، وكبير وبيقعد فتره طويله. هنا نص كيلو دي سميد، حطينا عليه رشه ملح وحطينا عليه ربع معلقه بيكنج باودر. تمام كده حبايبي المقادير. الطريقه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، بس لازم العسل اللي احنا كرملناه، السكر اللي احنا كرملناه نسيبه لحد ما يبرد، ما ينفعش نحطه على السميد وهو سخن. تمام كده. بصوا انا ماسكه الحله ازاي، يعني معنى كده ان هو دافي وبرد خلاص. بنحطها. البسبوسه ما بتحتاجش تقليب كتير، هي يا دوبك بتخلطي ده ببعضه وبعدها بتحطيها في الصينيه، ما تفضليش تعجني فيها، ما بتتعجنش وما بتتقلبش كتير. يا دوبك نخلط بس السمنه والسكر دوت في الدقيق وخلاص على كده. وطلعت في منتهى الجمال. طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 200 عشان اول ما اخلصها بحطها على طول عليه. بصوا هما تقليبتين كده يا دوبك بتدمجي الحاجات في بعض وخلاص على كده يا حبايبي. ما بتاخدش اي حاجه وسهله وفي نفس الوقت مش مكلفه، وبتلاقي حاجه حلوه عندك. والله طلعت جميله، عيالي بيقولوا لي زي اللي احنا بنشتريها من عند بره، مش بلاش ذكر اسامي، محلات بره، فبتبقى جميله قوي وطلعت جميله قوي. جربوها بس بنفس الطريقه ديت حلوه قوي. طبعا انا هنا كده فردتها بقى ايه، هفردها بالسباتيلا، وفي الاخر كده هبل ايدي ميه واسويها بس عشان كله يبقى ايه، احس ان كله سوا بعض مفيش حته عاليه ولا حته واطيه. وبعد كده بتهبديها هبدتين بس كده وخلاص. بصوا انا بليت ايدي كده ميه بساوي بس، وطلعت جميله قوي ما خدتش اي حاجه. صلوا كده على النبي يا حبايبي واستغفروا كتير، وخلي كلمة الذكر والاستغفار في بقك على طول.
لانه بيفتح وبيحقق حاجات كتيره ليكي، وبيفتح لك الابواب كلها المتقفله بالذكر دوت. اقعدي ادعي بهداوه سر اولادك، يبعد عنهم ولاد السوء، كل حاجه ادعيها والله، لان الايام دي بقت صعبه قوي يا بنات. بصوا ده هنعمل بقى الشربات بتاع البسبوسه، كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، تمام كده، ومعلقتين عسل جلوكوز ونص ليمونه، تمام. بس لما يغلي السكر ده ويدوب في الميه هنحط بقى معلقتين عسل جلوكوز ونص ليمونه. اهو دي كوبايه ونص ميه وكوبايه ونص سكر، بس كده. وانا حطيتها في صينيه مقاس 28 يا بنات. انت عايزاها السمك بتاعها اعلى، صغري الصينيه، كل ما تصغري الصينيه كل ما هيطلع السمك بتاعها اعلى. من احنا بنحبوها اللي هو الرفيع الصراحه ومتقرمشه كده. هنخلي بقى معلقتين العسل جلوكوز والنص الليمونه لما السكر يدوب خالص ويغلي او غلى كده، هحط بقى معلقتين العسل جلوكوز ونص الليمونه، يغلي برضو 5 دقايق كده واطفي بقى عليه خلاص. دول معلقتين، انا بالويم كده انا عارفه ان هو ايه بالنظر كده ان هم دول معلقتين، تمام كده. ونص الليمونه عصرتها وهخليها تغلي برضو 5 دقايق وخلاص على كده، واشيله من على النار. وتعالوا بقى نشوفوا ايه البسبوسه برضو شكلها ايه هي في الفرن. اول ما بتلاقي اللي هي الحراف احمرت وكده ممكن تشغلي الشوايه، بس انا ما شغلتش الشوايه بصراحه، انا خليتها كده في درجه حراره 200، وبدات هي لونها خد كله سوا واحد. حطيها في الرف اللي في النص هتلاقي كلها سوا واحد. اي بصوا لونها كده حلو، كل شويه تبصي عليها، انا بصيت عليها مرتين 3 لحد ما لونها بقى كده جميل جدا. هنسقيها بقى بالشربات كده، وطول ما هي بتشرب الشربات يبقى كده هي البسبوسه ناجحه. هتلاقيها عندي بص بتشرب، هقرب لكم الكاميرا، وهتشرب من الشربات وهتبقى جميله وطلعت زي الفل. بصوا اهي بتشرب من الجنابه اهيت ومن هنا كده، ان هي بسبوسه ناجحه وجميله. بس هي خلاص بقى بدلها هيفضل شويه كده على الوش، مش هحط تاني، تمام كده. هسيبكم بقى ايه تشوفوا بقى وانا بقطعها وكده وتشوفوا النتيجه. بس ما تنسونيش في اللايك بقى والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. وهتشوفوني بقى وانا بقطعها، وهتشوفوها لما تبرد هتبقى زي الفل. اتمنى ان انتوا تجربوها. بصوا شكلها حلو ازاي، لونها وشربت الشربات وجميله جدا. ما تلاقيها خلاص استكفت شربات ما تحطيش تاني، هي خلاص انا فاضل الشويه اللي على الوش دول خلاص كده هي مش هتعوز تاني. ماشي كده يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي بقى البسبوسه بردت وبقت كويسه، نقدر بقى ان احنا نقطعوها اهي. بصوا منظرها جميل وبص طريه وجميله، بصوا ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوها. هنقطعها مع بعض ونشوفها مع بعض هتطلع ايه. تمام كده. بصوا طريه وجميله. نقطعها بقى اي حتت صغيره كده عشان اللي ياخد حته ياكلها على طول. بصوا بتتقطع حلوه وسهله. وبعدين هي لسه برضو ايه دافيه شويه، هي المفروض تبرد خالص. مين بقى بيحب البسبوسه من على الحرف كده زيي كده بقى يا حبايبي؟ ايه قطعناها، نطلع بقى حتتين، هي لسه عايزه تبرد كمان عشان بصوا لسه ايه مش متماسكه قوي. بصوا طريه. هي طالعه مش متماسكه عشان لسه ما بردتش على الاخر. بس بصي شكلها، بصي لسه عايزه تجمد كمان، هنسيبها تبرد. بس بصوا جميله قوي، طعمها جميل قوي ولونها كمان تحفه. بصوا لونها، اتمنى ان انتوا تجربوها. هي لسه عايزه تبرد عشان انا قطعتها وهي لسه بصوا لسه سخنه برضو. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعملوها بنفس المقادير دي، هتطلع معاكم مظبوطه وجميله. بصوا منظرها وبصوا شكلها حلو قوي، بس هي عشان ايه عايزه تفضل شويه. تمام كده يا حبايبي، اشوف وشكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.